في انماط كده من المستمعين عايزين نعرفهم علشان ما نعملش زيهم. اول نمط عندنا نمط بنقول عليه اسمه قارئ الافكار، دايما بيفسر ما وراء الكلام. تاني نمط عندنا ده بنقول عليه اسمه المكرر، ده بيبقى عنده زي سكريبتات وسيناريوهات ثابته هو بيكررها بشكل مستمر، بيبقى دايما مهتم باللي هو هيقوله ومش مهتم باللي هو يسمعه. الشخص اللي بعد كده بنقول عليه الفلتر او المرشح، بيسلكت، بياخد شويه من الكلام وشويه ايه لا دول مش عاجبني، بيحلل المشكله على مزاجه. في معلومات بتبقى ناقصه عنده، لو نصح حد نصيحه ما بتبقاش نصيحه في محلها. النمط اللي بعد كده السرحان او الحالم، هو ايه ممكن يكون مديله الرياكشن بتاع الاستماع حلو وبيهز في دماغه حلو جدا، بس دماغه مش معانا. طيب النمط اللي بعد كده العارف، اللي عارف كل حاجه في كل حاجه، يعني ده اي حاجه حضرتك بتقولها له ايوه بس انا حصل معايا كده، انا مع اولادي حصل كده، استنى اما احكي لك. ده بنقول عليه المقارن او الناصح، دايما بيبقى عايز ينصحك رغم ان ممكن يكون الموقف اللي انت بتتكلم فيه او اللي بتحكيه هو ما يستدعيش النصيحه. ده بقى بص ومش عايزين نشوفه خارج عن الخط، ده اللي هو حضرتك بتتكلم في حماده وهو يطلعك يوديك حماده تاني. دي ممكن كمان تبقى مرحله بعد السرحان، بعد ما سرحت غصب عني بقيت خارج عن الخط. ليه؟ لان انا اصلا مش مركز ايه اللي بيتقال. الغير مهتم ده بقى يعني ايه، هو مش مهتم اصلا بالليله، تلاقيه قاعد مش في دماغه، تيجي تاخد وتدي معاه في الكلام هو ايه يقفل على الحوار غير مهتم بقى بكل الطرق. النمط ده بنقول عليه اسمه ايه، اسمه المسترضي، من اسمه كده بيرضي كل الاطراف، هو بيحاول يراضي الكل، مفيش حاجه عنده اسمها لا بس والله يا دكتوره يمنى يعني حضرتك لا البوينت دي ما عندكيش فيها حق. الانماط دي زي ما بنشوفها احنا ساعات غصب عننا بنلبس ماسك من دول، بس دي انماط سلبيه مش عايزين ان احنا نتعامل بيها بشكل مستمر